أهلاً وسهلاً بكم في قناة المغرب 24 الإخبارية. تتجه أنظار القارة السمراء هذا المساء إلى العاصمة الرباط، حيث يحتضن ملعب الأمير مولاي الحسن المباراة النهائية للملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم 2026. مباراة تحمل طابع الحسم، وموعد قد يغير مسار منتخبين كبيرين. تخوض نيجيريا مواجهة فاصلة جديدة أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد في نهائي الملحق الإفريقي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. المنتخبان حصلا على فرصة ثانية للتأهل بعدما احتلا صدارة ترتيب أفضل الوصيفين في المجموعات الأفريقية التسع، ليجد كل منهما نفسه على بعد خطوة واحدة من الملحق العالمي. وتجرى المباراة الحاسمة اليوم الأحد على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط في تمام الساعة 8 ليلاً بتوقيت المغرب. ويمكن متابعة اللقاء عبر قناة MBC Action، إضافة إلى البث المباشر عبر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الفائز في هذا النهائي سيحجز مقعده في الملحق العالمي الذي سيقام شهر مارس 2026، والذي يضم 6 منتخبات، المتأهل من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة، إضافة إلى منتخبين من منطقة الكونكاكاف. أما الخاسر فسيودع حلم المشاركة في النسخة التاريخية من كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً. وتدخل نيجيريا اللقاء وهي مرشحة على الورق، حيث تتفوق على الكونغو الديمقراطية بفارق 19 مركزاً في تصنيف الفيفا. ومع ذلك يظهر المدرب الإيفواري للكونغو إريك شيل حذراً كبيراً قبل هذه المواجهة الأولى تاريخياً بين المنتخبين في التصفيات. رغم خبرتهم الطويلة، فنيجيريا شاركت في 16 حملة تصفيات مقابل 12 للكونغو الديمقراطية. إذن نحن أمام مواجهة لا تقبل القسمة على 2، مباراة قد تعلن عن ميلاد بطل جديد للملحق الإفريقي فوق أرض مغربية. سنوافيكم بالتفاصيل لحظة بلحظة على المغرب 24 الإخبارية. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.